الشاعر الصديق أحمد إبراهيم على جائزة الدولة التشجيعية في شعر الفصحى 2010. نرحب جميعا بالسادة الضيوف، والآن مع الشاعر أحمد إبراهيم فليتفضل. السلام عليكم. كنت ادخرت كناسة قمرا وضاقة ولد، كنت ادخرت كناسة قمرا وضاقة ولد، وحضنت دفئك حين خفت البرد، لكنما عيناك ضاعت لم تعد عيناك بعد، فهل ترى عيناها عائدتان مع هذا الجمال الموسيقي للدكتور جمال نوفل. الدكتور جمال نوفل أستاذ الموسيقى بكلية التربية الموسيقية. هو مساحة للتقارب، للتفاهم، لجحد فكرة أن الآراء المتناقضة تتنافى أو يقصي بعضها بعضا. قلت له: هل يعني هذا بلغة الإعلام أنه حوار بين الأنا والآخر؟ قال: لا، بل حوار بين الأنا والآخر
وحوار بين الأنا والذات، لأن للإبداع مساحة كبيرة في هذا الصالون. هذه بعض كلمات مضيفنا الرائع دكتور محمد حسن عبد الله قالها لي على أوائل البرنامج العام منذ يومين اثنين. أشكره على أن كان ضيفي وعلى أننا ضيوفه. قصيدتان قصيرتان. سيد قف مفردة، أطلق نداءك في المدى، الجمع لا يصغي ويذهب مغمضة، السرب لا يدنو وينأى معرضة، لا تبتئس فالصوت لا يمضي سدى، هيئ براق الروح حتى تصعدا، وامنح زمانك والورى صوتا صوتا سيبقى في الزمان مخلدا، كن في الفضاء مسلة للحق تضرب موعدا، ألفا يصاول كونه لا ينحني، الموت يأتي مرة لا ينثني، كن ميتة وضاءة أو مولدا، وإذا تشابهت الوجوه تماثلت فارسم بذاتك للتفرد مشهدا، لذ بالحقيقة وحدها، كن في سطوعك سيدا. ونحن نبدأ الندوة دار حوار مؤداه أن الثورة عادت تجدد ذاتها من جديد. الكلمات كانت بين الترحيب والتوجه، وأنا كنت أن أرى أن هذا يحدث كي لا تختصر الأحلام، أطلق سهمك في الأيام كي لا تختصر الأحلام، شد القوس إليك قليلا واستحضر غضبا قدسيا مصريا حرا ونبيلا، أيقظ ذاكرة الأعوام، شد القوس قليلا أكثر، اصمت وتأمل وتذكر، أوقد نور الحق بروحك وتحسس آثار جروحك، خذ من نفس الوطن شهيقا واملأ قربة صدرك غضبا، واملأ عضدك بالإقدام، شد القوس إلى منهاه، أبلغ هذا القوس مداه، صوب حدق سدد أطلق سهمك في الأيام، واركض خلف السهم بعيدا حتى لو هرولت وحيدا كي لا تختصر الأحلام.